تطورات مثيرة من قلب مقر الكاف القاهرة. صباح الثلاثاء 20 جانفي 2026 لم يكن عاديا لعشاق الكرة، حيث بدأت تتسرب أخبار ساخنة جدا من داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الملف الذي شغل الرأي العام خرج أخيرا من مرحلة التحقيق، ودخل رسميا مرحلة القرارات الحاسمة التي قد تغير كل شيء. تسجيلات الفار تشعل القضية من جديد. مصادر مؤكدة تشير إلى أن اللجنة التقنية داخل الكاف استمعت لتسجيلات الحوار الكامل بين الحكم ندالة وغرفة الفار خلال فترة التوقف التي دامت 18 دقيقة، وهي لحظات كانت مفصلية في مجريات اللقاء. المفاجأة الكبيرة في الدقيقة 10 من التوقف، الحكم ندالة صرح بوضوح عبر السماعة: لقد قرروا الانسحاب. سأنهي المباراة، غير أن تعليمات جاءت مباشرة من مسؤولين في لجنة المسابقات تطلب منه الانتظار وعدم إنهاء المباراة مربوطة. الجانب القانوني للقضية في حال ثبوت صحة هذه التسجيلات، فإنها ستعتبر مفتاح الملف الحقيقي، لأنها تؤكد أن قرار إنهاء المباراة اتخذ رسميا من الحكم، وأن كل ما تلاه كان خارج الإطار القانوني. الأيام القادمة ستكون حاسمة، وقد تحمل معها قرارات تقلب الموازين بالكامل.